السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. اهلا وسهلا بيكم. معاكم شادي العربي من قناة شيدو. انا بجد مش عارف اشكركم ازاي على الدعم الموجود في القناة في اخر فترة، وكمان اخرها الفيديو اللي نزل في القناة اخر فترة اللي وصلنا فيه 34 لايك، وكمان وصلنا من 105 ل 114 لايك. انا بجد فرحان جدا وبحب اشارككم بالارقام دي عشان انتوا السبب بعد ربنا اكيد. وحابب كمان اشكركم على التعليقات الجميله جدا اللي كلها حماس وكلها دعم جميل جدا، وربنا يخليكم يا رب، ويا رب دايما في نجاح لنجاح مع بعض وتفوق، وكل ايامكم تكون سعيده وجميله ان شاء الله وبخير. وعشان بقى ما اطولش عليكم قولوا لي في التعليقات طول، خلينا بقى ندخل في الجد شويه. انا الفيديو اللي انا بنزله لكم دلوقتي ده كنت ناوي انزله امبارح، بس حبيت ان انا دايما امشي على نظام الجدول اللي انا عامله، اللي هو يوم فيديو ويوم لا ويوم فيديو ويوم لا. ده عشان هيبقى اريح لي بكتير في المونتاج وفي تنظيم الجدول دوت. الفيديو بقى عباره عن تحليل او مراجعه للحلقه الثالثه من اتاك والتايتن، الجزء الرابع، البارت الثاني. فقولوا لي ايه رايكم في التحليل، هل استمر فيه ولا لا، خليني في الانطباع ولا لا. قولوا لي ايه هو رايكم عشان هو اللي هيحسم اكيد في الفيديوهات اللي هتنزل على القناه ان شاء الله. انا ممكن اكون عارف ان تحليلي ممكن يكونش اقوى حاجه وما يكونش شرح اقوى حاجه، بس لو عجبكم اتمنى تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد زي ما انتم معودين على طول دايما بالدعم الجميل دوت. واسف مره تانية على الاطاله في المقدمه ديت، واتمنى لكم مشاهده ممتعه، ويسيبكم بقى مع الفيديو. تمام، خلينا نبدا من ورا، من البدايه قوي. تمام، من اول مشهد، المشهد اللي حصل فيه فايت، اللي هو انا مش طبيعي خالص اللي بيحصل. ان غلياردا دوت، ولا مش عارف غلياده، بيحاول يضرب ايرين وهو كان واخد بنيه الحلقه اللي فاتت، رقدوا اسبوع. بيتشاف عندهم استشفاء غير طبيعي. هو في استشفاء في ايرين وكل حاجه وقادر يمشي، والغريب ان هو لسه عنده القوه بعد ما خد رصاصتين في دماغه، وبعد استخدامه لقوه عملاق المترقب اكتر من مره، اللي هي بتخليه برضه لسه عنده اراده وعنده قوه ان هو يستخدم قوته ويدافع عن نفسه. غرياده اصاب رجل ايرين جامد، بس ايرين اداله على وشه، بططها له. هتلاقي في صور، هحاول احط لكم صور من المشهد. فدي حدث كده كان رد فعل، حاجه كده لازم اقولها بالسريع كده. لسه برضو راينا بيحاول ويجي وراه تاني عشان يمنعه يوصل لزيك، والبيك خلت المدفع يضرب على ظهر زيك، وزيك لحق نفسه ان هو خرج نفسه بسرعه من جسم العملاق، فالضربه ما جاتش فيه اصلا، ما كناش شايفينها دي، بس اللي باين بعد كده. قبل ما الضربه بتاعت زيك ده، في مشهد تاني مهم تاني جدا قبل ده كله. فالكو كان بيجري هو واخوه عشان يحاولوا ما يخليش زيك يصرخ، عشان زيك لو صرخ فالكو هيتحول، وزيك لازم يصرخ لان هو في موقف لا يحسد عليه كأي واحد عنده هدف سامي بالنسبه له، هو الحياه والموت. اذا ما تحققش الهدف ده يبقى الموت هو اللي هيحصل وكده. ما انت جاي تقول لي ايه؟ انت مجنون؟ انت بتقول ايه؟ اصلا انا اللي عايزه احمي ناس كتير غير فالكو. تمام، ففالكو ممكن يضحي علشان الخطه بتاعتي، فده منطقي جدا. كلام تاني بيتقال، ان بعد تحول او حدث تاني بعد تحول فالكو، وفالكو لما تحول، قوه تحول العملاق وتاثير تحول اي عملاق لو حد جنبه لو لمسه بيتفحم، زي ما حصل مع ارمن في الاول. قبل كده ارمن لحقوه كان في الروح لسه لما اتفحم. دلوقتي اخو فالكو عملوه، هو مش مؤثر في الحدث، بس هو يعني صعبان عليا جدا يعني
طيب قوي، طيب قوي، لدرجه ان من طيبته رايح دي طيبه وسذاجه ايه سذاجه دي، سذاجه من الاخ اخو فالكو، اللي انا مش قادر افتكر اسمه اصلا من قمه اللي هو يعني مهمش قوي. ف راح بلاش فالكو. فيجي بقى عمنا غرياضه بعد ما بس دلوقتي ايرين ما يموتش اتوقع ده طبعا اكيد. رغم بقى الكارثه ان هو رقبته طارت. يا اخي رقبته طارت من جسمه. العملاق ما ممكن يعالج نفسه. الرقبه يعني الرقبه يا جدعان، الرقبه يعني قول لي مثلا اتقسم نصين، فزيك كان بيحتضر فجاء عملاق خده ويومير عالجته ومش عارف ايه، ماشي. قلنا ممكن لما اتنقل للعالم بتاع يومير وبتاع فممكن يومير تساعد ايرين. يومير ما تساعدش ايرين. يومير مش عارفه مين ايرين اصلا. ايرين مين؟ انت مين يا ابني؟ انت مش من دم ملكي. انا بساعد زيك. ده من المشهد اللي حصل يعني. هيرجع ازاي ايرين تاني الحياه؟ ما تفهمش اخرب بيتك يا غابي. طبعا بقى ارمن وميكاسا طلعوا والفايلق الاستطلاع حاولوا ضايقوا راينا وضايقوا بيك وبتاع، وان هم برضو يحاولوا يمنعوا الخطر عن ايرين. وبرضو ايرين رقبته طارت. يا جدعان انا مش قادر انا ضغطي عالي. انا ما عنديش الضغط بس انا ضغطي عالي. انا حاسس بنفسي تعبان. بس نكمل. انا اول مره ارغي كده بعد اي حلقه، بس هو ده كلام يتقال. وانا والله الحلقه دي لو ساعه هنزلها ساعه. انا هتكلم، انا مش هسكت بعد الحلقه اللي حصل ده. تمام. فلما حصل المشهد ده وكله الصوت والوقت والهوا وكل حاجه وقفت، يحصل ايه؟ يعمل لك فلاش باك اللقاء زيك بايرين. باين قوي من المشهد ان هو بيمثل قوي. اوسكار احلى اوسكار يا ايرين. مثل على زيك لدرجه ان هو خلى زيك يدمع عينه ترغي كده. انت فعلا هتساعدني في الخطه دي بتاعتي. احنا كلنا يعني اذا كان اخوه او اللي هو من دمه او اللي هو يعني يعني ما حدش فعلا كان يعني. ميكاسا صدقت ايرين اللي هي كانت متربيه معاه، صدقت ان هو اتغير يعني ممثل ابن لذينه وضرب ارمن ومش عارف ايه. طبعا اللي حصل ده ان هو بيمثل عليهم عشان يبعدهم عن الخطر ده. انا كنت فاهمه في الاول، لكن مع الكلام اللي قالوا ليهم لا انت اتغيرت قوي. بس بسبب اللي هو برضو اقنعنا بتمثيله اللي هو بشخصيته متغيره جدا. فطبعا لازم يضحك على زيك. ده ضحك على اللي اتربوا معاه، مش هيضحك على زيك، يضحك على ابو زيك كمان. ضحك على زيك. تمام. ازاي يا معلم؟ ان هو بحاجات زي ما بيقولوا كده في التأليف في الدراما، الرسائل اللي بين السطور. تمام. الحاجات اللي هي كلمات ممكن تتحط ونظرات ورياكشنات وحاجات كده، ممكن لو خدت بالك منها تعرف ان في اجابه تانية ليها عمق تاني. تمام. اللي هو كل الكلام المشهد اللي احنا شفناه قبل كده في الجزء الرابع البارت 1. انا شايف ده كده احنا لازم ننهي على الموضوع ده. احنا لازم الالديين لازم نشوف لهم حل. احنا لازم نخلص الالديين من اللي هم العذاب اللي هم عايشين فيه. انا تعبت فعلا ولازم انا معاك. انا شايف مش شايف حل احسن من كده. وفعلا احنا صدقناه. تيجي المشهد بقى اللي اتقفلت عليه اصلا التصوير المره اللي فاتت، اللي هو رمى الكوره زيك لايرين وهو ما لمسهاش. يعني ما شفناش مين يعني مسكها ولا لا. تيجي بقى اللي هو ايه، ايرين زحزح ايده كده مثلا من تحت ايد الكوره شويه، ما حاولش يقرب للكوره ويمسكها، سيبها تقع. قام قايل له للاسف رميتها بطيء شويه وحياه اهلك. ده انت يا سلام ما خدش باله عادي. بس معلش بحدفها لك المره الجايه. يا باشا انتوا الاثنين قاعدين بتتكلموا في مصير، بمصير شعب، في مصير دوله، في مصير عالم بحاله.
ايه ازاي ما خدتش بالك يا عم زيك من ان ايرين ممكن يكون ليه غايه تانية؟ بس حتى اللي اثبت لنا ممكن زيك حتى لو ممكن يكون واخد باله، وده اللي ممكن يكون عرفناه برضو بعدين، بس معرفش خد باله بقى قريب ولا بعد ولا في لحظه في ساعتها. بس تقريبا في ساعه رميه الكوره ده هو تقريبا خد باله، بس ما حبش بيبين، لان هو برضو كان رامي اللي هو يستغل زيك. الاثنين باينين علاقتهم على بعض الاستغلال، انا مستغلك وانت تستغلني. وانا قلت قبل كده في الحلقه قبل كده ان زيك ان ايرين هو بالنسبه لزيك مفتاح، وايرين مفتاح، وزيك مفتاح لايرين، الاثنين مفاتيح لبعض. ويعني وايرين المفروض برضو في مشكله، يعني ايرين هو معاه العملاق المؤسس. ايرين هو لو ما كانش رقبته اتطارت، كان اعتقد كان ممكن يكون هو موقف قوه ضد زيك. زيك لما لقى استلقف دماغ ايرين كده، ايرين تقريبا في حاله اللي هو مسيطر عليه دلوقتي، فهو معاه القوه العملاق المؤسس، فمش هتعرف تستخدمها يا باشا. انا دم ملكي، انا اللي معايا كاني معايا دراع يا باشا، وانا اللي هستخدم كل حاجه، انت دماغك دي بالنسبه لي جويستيك. فراح قام قايل له انت مين المتخلف اللي قال لك يا عم زيك ان انا اصلا هساعدك واعمل لك الحوار ده؟ كلنا كنا متوقعين الحكايه دي، وكنت فاكر ان خلاص برضو ان ايرين هيعمل حاجه هو عايزها وخلاص، وهيعمل دك الارض او ايا كان هو عايز ايه من قوه العملاق المؤسس، ان هي يومير تساعده وتديله قوته والحركات دي كلها. يومير نفضت له طبعا، وزيك كان عامل متسلسل كده بجنازير وبتاع. ده بس من قوة عملاق اليمير ان هي ارضها وتقدر تعمل اي حاجة، فشكلت حاجات غريبة كده، وقال يعني ايه متكلبش، بس ايه شكلها من متكلبش لكن هي من الرمل. زيك طلع خادع ايرين، وتقريبا هنا الموقف اللي اثبت لنا ان ايرين ممكن يكون خد باله من موضوع ايه اللمحة بتاعت الكورة، اللي هو ما استلمش الكورة. وفي هنا برضو المخرج بيعمل حاجة غريبة، او حاجة تماثل شيء يماثل شيء. رمية الكورة من زيك لإيرين، إيرين ما استلمهاش، لكن زيك لما دماغ إيرين طارت زيك استلمها. معناته ايه؟ ان انت بقيت انت اللي تحت سيطرتي. انت كنت ممكن انا ابقى تحت سيطرتك يا ايرين، انا دلوقتي انت اللي تحت سيطرتي. ده تحليلي برضو للمشهد ده. قفلت الحلقه بقى النهايه الاسطوريه اللي انا مش شايف ان هي صدمه زي المره اللي فاتت، قفله رخمه، هي ممكن تكون اخف شويه، بس كعاده اتاك والتايتن قفلات حماسيه، مش متحسش انت عايز تقفل خالص دلوقتي. زيك لمس دماغ ايرين في المسارات وارض يومير والحبشتكنات دي كلها، ده بمعناه ان هو راس ايرين المقطوعه خلاص تحت راس قدام راس زيك، وخلاص هيعمل اللي هو عايزه. زيك هنا مع كل اللي بيحصل ده مفيش حاجه منطقيه ومفيش حاجه متوقعه حصلت كتير، يعني مفيش غير ممكن يكون توقعنا، كل معظم الناس اللي توقعت ان دي يومير فهي يومير. بس ايا كان يعني هو يومير المفروض ماتت من الاف السنين، فهي ايه اللي جابها هنا؟ فمفيش حاجه منطقيه يعني. بس هي كتوقع كده ايه، المخرج هو اللي قال لنا بصوا اهو خدوا توقعوا يلا. ايوه صح شطار، وروني بقى تتوقعوا اي حاجه تانية ازاي. ده هو المخرج بيعمل معانا كده بالظبط. يعني دلوقتي ايرين لمس راس زيك، فانا عندي سؤالين. هل ايرين هيقدر يرجع للحياه وهيرجع ازاي؟ نسبه اللي هو يرجع الحياه انا اتوقع ان هو يرجع الحياه، بس ازاي ما اعرفش. يومير هتساعده ما تفهمش. لحظه لمس راس زيك وايرين مع بعض، هل هنا زيك هو اللي هيعمل الحركه بتاعه القاتل الرحيم، وايرين مش هيعرف يسيطر على الراي اللي هو عايز يقوله دك الارض بس؟ هل هيحصل؟ بس تقريبا دك الارض هيحصل، وما تعرفش ازاي دك الارض هيحصل، بس ده اتوقعه ان ايرين هيسيطر بعقله على عقل زيك من قوه اراده ايرين،
هيسيطر على عقل زيك وهينفذ اللي هو عايزه، برضه هيستغل ايرين. الموضوع عامل زي الايه، بينج بونج، خد يا ايرين خد يا زيك، خد يا ايرين خد يا زيك. موضوع مش طبيعي. ف ده توقعه اللي هيحصل. فزيك حتى لو نفذ اللي هو عايزه في الاول، اللي هو قتل الرحيم، اللي هو يخليش الالدين يخلفوا دي، اعتقد هيعملها. وايرين ممكن يسيبه يعملها. فزيك ممكن يتكل على الله يموت، ولا يحصل له اي حاجه في اي حلقه. ايرين ممكن يرجع بعد ما يرجع بقى من الحلقه، انا ما اعرفش هيرجع ازاي. ايرين يروح ل اللي اسمها الملكة البارادايس، البنت اللي كريستا او اسمها ايه مش فاكر. هيروح لها، او هيكون رايح لابنها مثلا يكون كبر شويه ولا حاجه. هي هيستخدم دمهم الملكي في اللي هو يمنع اللي هو ده اللي هو عايزه دوت، اللي عايزه زيك واللي عمله زيك، ويرجع تاني يعمل اداك الارض. دك الارض هيحصل بس توقعي بس. ده ده اللي انا عايز اقوله. معلش انا اسف جدا على ان انا طولت جدا، انا عارف ان انا طولت جدا جدا، هحاول اقصر كل الحاجات دي في المونتاج. بشكركم جدا على المشاهده وعلى الحلقه الجميله اللي انا اتفرجت عليها دي. يا رب تكونوا استمتعتوا بالحلقه، انا استمتعت جدا بالحلقه، ويا رب تكون عند حسن ظنكم دايما وعلى قد المسؤوليه، واشوفكم ان شاء الله على كل خير. شكرا على اللايكات لتاني مره والاشتراكات والتفاعل. اتمنى يكون عند حسن ظنكم المره التانيه. انا مش عارف اقول ايه، بكرر الكلام، انا اسف. بس بحبكم كلكم وبحبكم جدا وشكرا جدا. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، اذا كان جيمنج او ردة فعل. وبس كده، اشوفكم على خير ومع السلامة.